السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في البلاي ليست اللي إن شاء الله هنتكلم فيها عن أساسيات الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. إن شاء الله هنتكلم عن أساسيات رياضية مهمة جدا، هنتكلم عن statistical analysis، هنتكلم عن شغل distributions، هنتكلم عن calculus trigonometry linear algebra، هنتكلم على حاجات كتيرة قوي ممكن إن هي تفيدك في fields تانية، ولكن هي مقادير أساسية للشغل بتاع الماشين والديب ليرنينج. أنا اسمي محمود عيد، دكتور في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة، وباحث في بريطانيا، شغال في كارديف يونيفرسيتي برين ايميجينج سنتر، وكنت شغال في يونيفرسيتي كوليدج لندن UCL. اشتغلت على حاجتين بقالي سنين كتيرة، اشتغلت في شغل ديب ليرنينج وماشين ليرنينج مع شغل نيورو ساينس أثناء الدكتوراه وبعد الدكتوراه. في نفس الوقت أنا شايف إن الأوفرلاب كبير قوي ما بين التو فيلدز دول، ودايما بنحاول إن احنا نقتبس شوية حاجات من فهمنا للمخ البشري علشان تساعدنا في تطوير الشغل بتاع الذكاء الاصطناعي. اشتغلت في بروجكتس ليها علاقة بالإيمج فيديوز وحاجات زي كده، ليها علاقة بتكست، مالتي فاريت داتا اناليسيز، سيجنالز بروسيسنج وحاجات زي كده، وسبيتش بروسيسنج برضو. أتمنى إن شاء الله البلاي ليست دي والبلاي ليست التانية إن شاء الله اللي هنعملها تكون حاجة مفيدة، سواء أنت من الفيلد بتاع كمبيوتر ساينس أو إن أنت جاي من تخصص تاني وعايز تسويتش للفيلد ده. أتمنى إن شاء الله الموضوع يكون مفيد. في الحقيقة بحس إن دايما في مشكلة وكانت بتواجهني أنا شخصيا. المشكلة دي إن لما حد يجي يشرح لنا حاجة فيها معادلات، باحس دايمًا إن المعادلة بتتحط قصادك، فأنت عرفت إزاي تستخدم المعادلة، يعني أنت بتوظّف المعادلة بس في الحاجة اللي أنت عايز تستخدمها فيها، ولكن المعادلة نفسها جات منين؟ أو إنك تحط نفسك مكان الشخص اللي فكّر أساسًا في المعادلة، ففكّر أكيد مش في المعادلة أول حاجة، هو فكّر في المشكلة اللي قصاده، وبدأ بتسلسل معيّن علشان في الآخر يستنتج المعادلة. فأنا كان نفسي إن يبقى طرق الشرح تكون بالمنظر ده، نفهم الحاجة جاية منين، والمعادلة ما تتحطش وخلاص، لأن لو حد عايز إن هو يخش في المجال، هو اللي هننتظر منه إن هو يطلّع معادلة جديدة، مش بس يفهم المعادلات اللي موجودة وخلاص، أو مجرد يستخدم المعادلات اللي موجودة وخلاص. ولذلك إن شاء الله في البلاي ليست دي هنشتغل على الأساسيات الرياضية، وبعد كده في أي بلاي ليست تانية إن شاء الله هيكون في زي تخصصات، يعني هيكون في بلاي ليست مثلا لشغل الإيمج، بلاي ليست لشغل التكست، حاجة ليها علاقة أكتر بالسيجنالز بروسيسنج وسبيتش وحاجات مالتي فاريت، وحاجات برضو فيها statistical analysis. بإذن الله أنا حضرت البلاي ليست اللي إن شاء الله نشتغل عليها عشان برضو تكون عارف التوبكس اللي هنشتغل فيها. وعايز أقول لك من البداية البلاي ليست دي هي أول بلاي ليست، أنا مش متوقع منك إنك يكون في أي حاجة أنت عارفها في الفيلد أصلا، ولذلك أول حاجة هنبدأ بيها هي تيرمز. أصلا بنعرف مجموعة من التيرمز عندنا في الفيلد، تعرف يعني إيه تريننج داتا، تيستنج، سامبلز، فيتشرز، الحاجات اللي بنسمعها دي. هنتكلم بعد كده عن فيكتورز، هنتكلم عن المين والميديان، هنتكلم عن ستاندرد ديفيشن، هنتكلم عن interquartile range، multivariate data distributions، likelihood، الاوتلايرز، ازاي تديتكت اوتلايرز، ازاي تفكس الاوتلايرز، linear operations، dot product، correlations، independence، entropy، KL divergence. هنتكلم عن حاجات متنوعة في الساين والكوزاين، الكوزاين similarity، اللوج فانكشن، شوية statistical testing زي تي تيست، ويلكوكسون تيست، بنفروني كوريكشن، حاجات كتيرة جدا متنوعة. في منها حاجات statistical، في حاجات منها linear algebra، في حاجات trigonometry، في حاجات calculus. هنحاول إن شاء الله إن احنا نكفر شوية مبادئ رياضية وإحصائية مهمة جدا جدا. فدي أول بلاي ليست، مش متوقع منك حاجة، بس إن شاء الله دي التوبكس اللي تخرج من البلاي ليست دي عارفها، تقدر إن أنت بعد كده تاخد أي حاجة من الحاجات اللي زي الإيمج، زي التكست، زي سبيتش، أي حاجة، وتقدر إن شاء الله إن أنت تفهمها وتسويتش للمجال بشكل تام لو أنت عاوز بإذن الله. هدفي هو إن أنا أختصر عليك المشوار، بدل ما تقعد سنين تشتغل في المجال علشان تعرف شوية حاجات أساسية أو حاجات حتى أدفانسد شوية. إن شاء الله نحاول إن إحنا نجمع كل حاجة في سلسلة الفيديوهات دي، ربنا ييسر إن شاء الله. في نفس الوقت الشغل بتاع ال AI مش محتاج دلوقتي إن أنا أعرفك بيه، أديك شايف حتى النوبل برايسز دلوقتي رايحة فين،
رايحة لناس زي جيفري هينتون وجون هوبفيلد والناس اللي هم أصلًا اشتغلوا في شغل الAI من زمان جدًا، وحتى الناس اللي هم شغالين في حاجات ممكن تكون medical بيستخدموا الحاجات بتاعة الmachine والdeep learning علشان يشتغلوا على الapplication بتاعهم. إن شاء الله الفورمات بتاع الفيديوز دهيّة تكون حاجة مش كبيرة، أقل من 10 دقايق، وكل اللي أنا عايزه منّك هات كوباية الشاي والّا القهوة بتاعتك، ركّز، حاول إن أنت إن شاء الله تستفيد، ودعواتك، بس كده، سلام.